البحر معناتها غدار، ما تنجمش معناتها في أي لحظة معناتها نجم معناتها يجبدك الماس. فلا تأمنن هدوءه ولا يغرنك زرقة مياهه التي تغري بالغوص في أعماقه، فقد يتحول من حين إلى آخر إلى ذلك الغادر. من 1 جوان حتى 10 جويلية تقريبا تم الوفاة، وصلت 35 حالة وفاة. السنة الفارطة فهمتي بطبيعة الحال أقل بعدد، هو فهمتي 24 حالة وفاة. دونك العدد معناها تسمى ضخم، والعدد معناها في ارتفاع. من 1 جويلية حتى 10 جويلية تم إنقاذ 36 شخص. حوادث غرق تسجل سنويا، سيما في الفترة الأولى من فصل الصيف، رغم ما يبديه بعض المصطافين من حذر أثناء السباحة وما يتغافل عنه آخرون رغم وجود ما يحذر من الخطر. من اللي صغارني نراقب فيهم حتى تو كبار ديما نراقب فيهم. وديما ديجا قالوا فما شكون توفى معناتها هنا، كل واحد يبدا مفجوع على صغاره. كم العالم فما احمر ويحطوا ولا اكحل ولا ابيض، فهمت كتعرف. اما ينفع خرجت من الدار انت باش صغيرك يعوم ولا يوصل للبحر امبوسيبل باش تشدوا معناتها باش تقول له ما تعومش. ديما ينبهوا عليا بابا وامي باش ما ندخلش للغريق بحذاهم نعوم. كي يبدا هايج البحر ما نعومش، الا كي يبدو مثلا بلاكيت يقول لهنا لافته كيا ما تنجمش تعوم لهنا ما نعومش. غار يهبطوا يجوا وحدهم في البحر يعوموا ويغرقوا. يحب يدخل يحب يغامر. وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى حوادث الغرق في الشواطئ، ومن أبرزها عدم إتقان السباحة وعدم التقيد بتوصيات أعوان الحماية المدنية والمجازفة، بالإضافة إلى السباحة بصورة فردية في ظل إمكانية التعرض إلى وعكة صحية. ننصح المصطفين يكونوا معناها يتوافدوا على الشواطئ المحروسة من قبل الحماية المدنية، ونلقاو فيها علامات السلامة. خلال الكرايات هذيك نجموا نعرفوا أنه السباحة مسموحة ولا ممنوعة. الأخضر اللي هو يقول لك أنه معناها شاطئ محروس وسباحة مسموحة. العلم البرتقالي معناها شاطئ محروس والسباحة معناها مسموحة ولكن بحذر. والعلم الأحمر هي السباحة الممنوعة. بعدوا على أماكن اللي فيها الصخور ولكن تلقى فيها فهمتي الحواجز الاسمنتيه، فما شواطئ فيها التيارات المائيه بعدوا على الاماكن هذيك. وتعد النجدة والاسعاف بالشواطئ من ضمن برنامج عطلة آمنة يوفر الديوان الوطني للحماية المدنية في اطاره ومع بداية كل صيف الامكانيات المادية واللوجستية والبشرية اللازمة لتأمين الشواطئ التونسية استعدادا لموسم الاصطياف. الشريط الساحلي 1300 كيلومتر يتم تغطية وحراسة تقريبا 260 كيلومتر، تقريبا 20% من الشواطئ التونسية. في الحاجات نتاعنا من السباحين المنقذين تقريبا حاليا 2200 سباح منقذ. خلال هذه السنة إلى حد الآن تم توفير 636 سباح منقذ، معناها العدد تقريبا 30% من الحاجات نتاعنا. ندعو معناها في بعض البلديات الى انتداب السباحين المنقذين، فما بعض الجهات فما بعض العزوف نتاع معناها السباحين انه فهمتي باش يعملوا في المناطق هذه. وتشكل بعض الشواطئ خطورة وفق الحماية المدنية، كما تساهم بعض مواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بعدد من الشواطئ الشاغرة التي يمكن أن تكون غير محروسة والتي تمثل خطرا على المصطافين.